البسيسة طلعت يا بنات جميلة، الريحة قلب الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا، بقالي كتير ما صورتش معاكم. هعمل معاكم النهارده وصفة كده سريعة. كنت عملتها قبل كده اول فيديو ليا على اليوتيوب. هعملها تاني معاكم. هنعمل كيك ذرة بسيسة. هنعملها كده وصفة سريعة وسهلة ان شاء الله وجميلة جدا. يلا نخش في المقادير على طول. يلا بقى المقادير. هنا هنحط 3 بيضات. حطينا 3 بيضات. هنحط الفانيليا هنا. يلا بقى نحط السكر. يلا بقى نحط الزيت. هنحط هنا برضو نفس المعيار، ونص زيت، يبقى لكل نص كيلو دقيق ذرة كوباية زيت. انا هعمل كيلو الا ربع، يبقى كوباية ونص زيت. يلا وهننزل عليهم بنص كيلو لبن حليب. يلا بقى ننخل الدقيق بتاعنا بقى كله. يلا نخلنا بقى الدقيق بتاعنا هنا. نحط بقى الكيك شيف بتاعنا ورشة ملح كده عشان نعزز بيها الطعم، ومعلقة خل. معلقة خل بس. يلا بقى نحط في الصينية بتاعتنا كده مادة دهنية كده، معلقتين زيت. ويلا نحط الخليط بتاعنا الحلو. بصوا يا بنات بقى عامل ازاي. ده القوام بتاعه يعني، بصوا ولا تقيل ولا خفيف ما شاء الله. يلا بقى نحطه وندخله على فرن درجة حرارة عالية 180، وهوريه لكم بقى عامل ازاي. يلا بقى ندخل على الفرن عدل. البسيسة طلعت يا بنات جميلة، الريحة قلب الدنيا. تعالي بقى نقطع كده ونشوف. بسم الله. يلا بسم الله. الجمال ده بقى، بسم الله، تحفة. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى يا بنات؟ مش قادرة اقول لك الريحة عاملة ازاي. ريحتها والله قلب المكان. تحفة تحفة تحفة. جربيها بالمقادير اللي انا قلت لك عليها دي، وان شاء الله هتاكلي احلى بسيسة. بصي 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 التسوية، بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ ريحتها تحفة. تعالي كده نقطع كده ونشوف. بسم الله. يلا بقى اعملي مقادير النهارده دي للبسيسه بتاعتنا التحفه دي. ولو عجبك بقى الفيديو واستفدتي بقى منه، لايك بقى منك كده، لايك حلو بقى منك كده ليا. وتابعيني على اليوتيوب مطبخ شيماء رؤوف بالعربي. بصي الحته دي، بصي، عايزه اقول لك الحته اللي في الجنب دي تحفه. ليها اكل دي معين ده. يلا تابعيني على اليوتيوب مطبخ شيماء رؤوف بالعربي، ولايك منك كده للوصفه بتاعتي النهارده دي لو عجبتك. واشوفكم على خير ومع السلامه.